السلام عليكم. تعالوا نعمل السجق ده بطريقه رهيبه من غير نقطه ميه، بخضار وبطاطس تحفه جدا. معاه شويه بتنجان، وطبعا كيسين شيبسي، والسندوتش العملاق ده. تعالوا نشوف عملناه بكل سهوله ازاي. عندي نص كيلو سجق، انا قطعته كده، ما بحبوش اسيبه سليم. تمام، في ماده دهنيه هسيبه، مش هحط فيه نقطه ميه. اول ما يبتدي الطاسه تسخن معايا قوي هغطيه، ونشوف هنعمل ايه عشان نحط عليه بقى بصل وفلفل وحاجات حلوة كتير. في المرحلة دي بقى اوعي تحطي مية عليه خالص. في المرحلة دي بقى لما نسمع الصوت ده هنغطي عليه ونسيبه، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا معايا الخضار اللي هحطه على السجق. معايا ايه؟ بطاطس مقطعه صغير جدا، وطماطم شايله منها البذر، وفلفل الوان اخضر واحمر زي ما انت عايزه، ولو في اصفر مفيش مشكله، وبصل وتوم. تعالي بقى نشوف هنحط الخضار ده كله على السجق في انهي مرحله بالظبط. زي ما انتوا شايفين هو نزل ميته من غير نقطه ميه. تمام، وريحته روعه جدا. ده سجق بلدي. هنحط بسم الله الرحمن الرحيم كل الخضار زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط ملح وفلفل اسود. بس كده، بس كده. وهنقلب زي ما انتوا شايفين. ريحته مش قادره اقول لكم، عشان طبعا كل الخضار يستوي وهو يكمل سواه. هنغطي عليه ونهدي النار ونشوفه لما يستوي. بصوا الجمال والحلاوه، الريحه تحفه. بصوا الجمال والحلاوه في السندوتش الخطير ده، تحفه جدا تحفه جدا، مع شويه شيبسي بقى والعصير. تعالوا نغرفه مع بعض في السرفيس. بصي الجمال والحلاوه، والصوص اللي هو منزله ما حطيناش نقطه ميه. ريحته رهيبه رهيبه رهيبه، مع شويه شيبسي وبتنجان وعصير. جربوه بنفس الطريقه. السندوتش المفضل بتاعي بحط بقى فيه شويه سجق كده بالصوص بتاعه. عايزه تعملي معاه شويه مكرونه وتحطي الصوص ده عليها، يبقى في منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.